اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ كيكة الدقيق الذرة أو كيكة الذرة، يعني حاجة كده تفتح النفس، حاجة ريحتها فظيعة، طعمها يجنن، كان نفسي فيها من زمان والله. فعملتها بقى دلوقتي ايه معاكم، وايه لازم تجربوها بجد، شكلها وريحتها وطعمها رهيب. مع كوباية شاي بلبن كده بقى، أو كوباية شاي أو أي حاجة بتحبها اشربيها معاها، أو من غير، والله طعمها تحفة، طعمها يجنن، حلوة أوي أوي أوي. شايفين الجمال؟ وهشة وطرية وريحتها يعني، انتوا عارفين طبعا الدقيق الذرة ريحته أصلا ريحته حلوة أوي، يعني ما بيبقى بقى كيكة يبقى عامل ازاي، ريحتها وطعمها حلوة وفظيعة. نصلي على سيدنا محمد بقى كده ونعمل لايك للفيديو الأول، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك، وندخل بقى على المقادير بتاعتنا. معايا 3 بيضات، ومعايا كوباية سكر، كوباية إلا ربع لبن، وربع كوباية زيت. وطبعا أنا حطيت 2 باكت فانيليا على البيض، تمام كده. هنحط برضو معلقة كبيرة من الخل، وهنحط بقى البيض والكلام ده كله. يعني انا هحطه في الكبة، يعني انت ممكن تحطيه في الخلاط، تضربي كل السوائل دي في الخلاط، والدقيق كمان هيتحط في الخلاط، بس بعد ما نضرب السوائل الاول، تمام كده. انا بقى حطيت البيض في الكبة كده، الكبة فيها المضرب زي ما انتوا شايفين، مش بالسكينة اللي هي بتفرم دي، تمام كده. واللي ما عندوش الكبة برضو في الخلاط حلوة قوي، يعني هي اصلا المفروض تتعمل في الخلاط يعني. انا حطيت كوباية السكر، كوباية كبيرة سكر كده، وكوباية الا ربع لبن او حليب، وربع كوباية من الزيت. مقاديرها بسيطة جدا يا جماعة، ومش مكلفة خالص بصراحة، يعني حاجة كده بسيطة وتعمل لك احلى صينية كيك، وانت قاعدة بقى قدام التلفزيون بالليل كده انت والولاد، يعني تتسلوا فيها كده مع كوباية شاي بلبن، ايه حاجة كده تحفة بجد. انا ضربت بقى السوائل كلها في الكبة كده، او اضربها في الخلاط زي ما انا قلتلك. والدقيق كمان يا جماعة، هما دول كوبايتين دقيق، دقيق ذرة طبعا، نفس المعيار اللي بتعايري بيه اللبن والسكر والكلام ده، تمام كده. بس السكر بقى يعني حاولي الكوباية تبقى اكبر شوية، علشان خاطر تظبط معاكي السكر. لو ما بتحبيش السكر كتير، يعني الكيكة تبقى مسكرة حلوة، سكرها مظبوط، هتعملي برضو بنفس المقدار او نفس الكوباية اللي عيرتي بيها جميع المقادير اللي عملت اللي هي بتاعت الكيكة، تمام كده. انا حطيت الدقيق كله، الدقيق طبعا الذرة يا جماعة بيبقى مفرول كده، فبيبقى سهل جدا انه ايه يتضرب في الخلاط عادي جدا، انما الدقيق اللي هو العادي بتاع الكيكات والحاجات دي ما ينفعش تضربه في الخلاط. طبعا انا حطيت باكت من البيكنج باودر، اللي هو الباكت ده يعني بما يعادل معلقة كبيرة تقريبا. طبعًا ده أنا ضربته في الكبة بقى كويس جدًا، السكر بايش أساسًا مع البيض والكلام ده، وحطيت الدقيق في ثواني انضربت وعادي خالص. طبعًا الصينية هتدهنيها سمنة أو زيت وتبطنيها بالدقيق، لو أنتِ هتقلبي الكيكة زيي بطنيها بالدقيق، إنما مش هتقلبيها، هي ادهنيها زبدة أو سمنة وبس كده، ما تبطنيهاش بالدقيق ولا حاجة. بس أنا كمني أنا عايزة أقلبها، فأنا بطّنتها بالدقيق علشان إيه، تبقى سهلة معايا وأقلبها بكل سهولة، يعني بتلاقيها بتتزحلق لوحدها كده، من غير ما تفُكّي من الجناب، من غير أي حاجة خالص. هنسوّيها طبعًا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، من غير ما نولّع الشواية، على الشبكة كده، شايفين الجمال؟ أقسم بالله طعمها جميل جدًا، وإيه، يعني ريحتها فظيعة، مخلية الشقة ريحتها حلوة أوي، أوي، أوي. ريحة الدقيق الذرة يا جماعة، وكيكة الدقيق الذرة دي فظيعة، ريحتها تجنن كده، فكّرتني بزمان كده، ريحتها حلوة أوي وطعمها جميل جدًا، جدًا، جدًا يعني. هتقطّعيها بقى زي ما أنتِ حابة، القطع اللي أنتِ حاباها، وإيه، ونصلي بقى على سيدنا محمد، ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا يا جماعة مش مكلفة خالص، زي ما قلت لكم، هي كوبايتين دقيق ذرة، وربع كوباية زيت، وكوباية إلا ربع لبن، وكوباية سكر، وإيه 3 بيضات، يعني مش حاجة والله، مش هتلاقيها مكلفاكي فلوس كتير ولا حاجة. وهتعملي بقى أحلى صينية كيكة، تخلي شقتك كلها دفا وريحتها جميلة جدا جدا جدا.
وانتوا قاعدين بقى قدام التلفزيون كده كوبايتين شاي والولاد وإيه، وعيشي بقى مع الصينية دي وادعيلي. سهلة جدًا يعني كل المقادير في الخلاط، حتى الدقيق كمان هتضربيه في الخلاط، وهشة وطرية وطعمها يجنن. طبعًا كُلّه بيعمل كيكة الدقيق الذرة دي لازم يحطّوا فيها دقيق من العادي، إنّما إحنا بقى عملناها بالدقيق الذرة وبس، ما حطّيناش فيها ولا معلقة دقيق عادي خالص. شوفي بقى الطعامة بتاعتها هتبقى عاملة إزاي، جميلة جدًا، 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 شكل وطعم رهيب. يا سلام، يا سلام بقى على ريحتها وهي مفحفحة في الشقة كده. املي بقى شقتِك دفا كده، وريحة المعجنات والكيكات دي في الشتا يعني إيه، بتخلّي الشقة كلّها دفا وريحتها تجنن. شايفين الجمال، شايفين الجمال عاملة إزاي؟ حلوة أوي، 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 أوي. نعمل لايك للفيديو بقى ما ننساش، والأول نصلّي على سيدنا محمد. تمام كده؟ شايفين الجمال يا جماعة؟ حلوة أوي، أوي، أوي. الولاد يفطروا بها الصبح كده، تاكلوها بقى بالليل كده بعد العشا أو حاجة مع كوباية شاي، جميلة جدًا. الولاد ممكن ياخدوا منها برضه في الlunch box المدرسة، حاجة حلوة أوي، أوي يعني. طعمها جميل جدًا، 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 وقيمتها الغذائية عالية جدًا، جدًا. ذرة بقى، بياكلوا ذرة، حاجة كده جميلة جدًا يعني. شايفين الجمال يا جماعة؟ عملتها لكم طابور بقى فوق بعضه كده. إيه رأيكم؟ شكلها تحفة. الله، الله على الجمال، الله على الجمال، حاجة كده تفتح النِفس، حاجة كده تجنن، شكل وطعم رهيب، رهيب، رهيب. ما ننساش بقى يا حبايبي نعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا للي يجرب.